وكأنك تشرح مفهوم أيضا الرزق وتوزيع الأرزاق بين الناس، ما بين صحة وراض بها، ما بين سعادة وراض بها، ما بين خوف من الله وراض به، ما بين نصيب من العقل وراض به. هذا ألا يتقارب مع مفهوم الأرزاق وتوزيع الأرزاق اللي هو مآل السعادة؟ يعني لما كل واحد يرضى برزقه فهو سعيد. من الذي يوزع الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجد الأرزاق وجعلها لمن يسعى وليس لمن يدعو. الرزق بالسعي والصحة بالسعي والموت حتم، لا تؤجله عافية ولا يعجله سقم. إذا آمنا بهذه ارتحنا من حياة الخوف وقتلنا ذلك الفوبيا اللي فينا أصله مرجعيته الموت والقبر.